تخليدا لذكرى ساقية سيدي يوسف، نظمت جامعة محمد الشريف مساعدية سوق راس للطبعة الثالثة لنصف الماراثون الجامعي المشترك الجزائري التونسي بحضور مديرة الجامعة والسلطات المحلية وكذا الوفد التونسي، على رأسهم والي ولاية سوق راس عبد الكريم زيناي الذي أعلن عن بداية انطلاق السباق من بلدية عين سنور. احنا نشاركوا في نصف الماراثون التونسي الجزائري بجامعه محمد الشريف المساعديه سوق راس. حصلت على المرتبه الاولى في سباق الماراثون على الطريق، ونشكر خاص على التقدير اللي حطونا فيه مع الرياحيه. شاركت اليوم في سباق دولي بالجزائر تابع سوق هراس، اشكرهم على التنظيم اللي عملوه لنا اليوم، كان سباق جيد. اختتمت فعاليات الماراثون المشترك الجزائري التونسي بتكريمات للفائزين.